كل مرة بتقعد الضيف قدامك وبتفضل يعني تسأل، بس النهاردة انت يعني الضيف، وانا بستضيفك ومبسوطة جدا جدا انك ضيفي النهاردة. ميرسي، ربنا ايه يخليك، الاخبار؟ شكرا. عامل ايه؟ الحمد لله. اللي بتعمله في الناس هعمله فيك النهاردة، انا تسمح لي؟ طيب والله يعني. تسمح لي؟ جدا جدا، بشوفك فعلا طيب جدا مع الناس، ويعني الاسئلة كلها بتبقى عفوية جدا، فيعني لقاءاتك كلها بتعجبني. ثانك يو. عايزة أبدأ معاك كده، نرجع شوية لورا سنين كتير. البداية، النشأة كانت عاملة ازاي؟ يا لهوي، اه نرجع كتير. انا عارفة حاجات ان اب تقريبا مصري او لبناني. لبناني صحيح. لبناني وام مصرية. صحيح. ايه ده عمل فيك ايه؟ ده عمل كونفليكت شوية وبعدين بقى تريجر. يعني كان الأول بالنسبة لي كان الموضوع فيه شوية لخبطة كده، طبعا. بسطرة انا زي مين؟ سخن وبارد. اي بالظبط. أنا مين دي كان سؤال دايما بسأله وانت كتير، صغير لأن أنا في مصر كنت دايما طارق اللبناني. مختلف طبعا. أبو عين خضراء وشكله مختلف شوية، فأنا طارق علي ابن اللبناني. الناس الطيبين. ولما اروح لبنان انا المصري، ف I didn't اوكي. feel like I belong. ما حسيتش ان انا فعلا عندي ابقى انا مين في دول. كان شويه في لخبطه، مم. لان انا والدي شويه sophisticated. كان صحفي هو كاتب، وكان celebrity يعني زي مم. الانفلونسر دلوقتي مثلا. تمام. هو كان صحفي وقت الصحافه، كانت هي الممبر الوحيد يعني الموضوع طلع وراثة. تقريبا. انا استغربت موضوع ان الاعلام، وقبليها كنا في الفنادق، اداره الفنادق، صح صحيح. كده؟ صحيح. يعني وقبلها كنا برضو في الاعلام والبرودكشن وكده، صح؟ مظبوط صحيح. ايه يعني تحب نبدا من انهي مرحله؟ لان كلهم متلخبطين، كلهم ما لهمش علاقه ببعض. ايه مرحله احنا النشأة؟ رجعنا تاني، يعني احنا عملنا حاجه ورجعنا لها تاني دلوقتي. صحيح. هديكي بس ملخص سريع كده عشان اتفضل. موضوع النشأة ده مهم يعني، طبعا. وهو مأثر في شخصيتي بشكل كبير جدا لغايه دلوقتي. بس دلوقتي انا بستخدمه كويس جدا وبقى حاجه ادفانتج. انا عندي اهلي في لبنان مثلا الصحفيين كلهم من الفئه المكتبيه شويه. اوكي، في يعني الصحافه upper middle class. حلو. على النقيض بقى والدتي ناس طيبين شعبيين، مناطق شعبية ايه فيها. التركيبه فكنت انا بقى بطلع من مثلا منين من مصر؟ يعني في مثلا مناطق زي عندي قرايبي في باب الخلق، قرايبي في ياه. عابدين، الناس المتأصلة. الفسطاط بالظبط. فكنت اطلع بقى كده قرايبي بقى ورش ومصانع ومش عارف ايه وخناقات ده عمل لك ايه جوه؟ اروح اقضي الصيف في لندن مثلا او في باريس مع ابن السفير ما ترجع اعرفش على باب مين. اللوق. فانا بقى ايه اللخبطه دي؟ طب انا بحب العب بلي بقى والعب بالعجل ومش عارف ايه ونتخانق ونجري وكذا. ومره واحده اروح لازم اتكلم لغات واكون عايش بالشوكه والسكينه، فكنت متلخبط كتير. طبعا. لما كبرت بقى لقيت نفسي بقدر اتعامل مع كل ده الطبقات. خلاك مختلف. جدا. بس ما كانش اداك باين وانا حاجة صغير زيادة عن الناس التانية. يعني اعتقد. كل الناس كده او كده، لكن انت عشت كل يعني ايه مع كل الفئات. صحيح. وانت تنتمي لكل الفئات. 100%. يعني 100%. من الام ومن الاب. صحيح. عشنا فين في مصر؟ في الهرم. لا في الهرم. طارق. والله الشكل ده يعني ايه؟ عمل لك ايه في حياتك شكلك؟ شكلي كان برضو سلاح ذو حدين. كنت ساعدك على نجاحك؟ برضو وانا صغير كان مشكلة. ليه بقى؟ كنا احنا بقى اولاد يعني، فبنروح مثلا نعمل هزارة هنا، مشكلة هنا، مش عارف ايه. فكان دايما مين اللي بتشاف؟ انا، عشان مميز، عشان مختلف شوية طبعا. فكان اي مصيبة تحصل كل اصحابي يعدوا منها الا انا الاقي انت حد جاي لازم للبيت ده بتتعرف. طارق. أيوة. معروف. فكانت مشكلة شوية. بس لما كبرت شكلك ساعدك والله انك يعني تقدم في وظائف وتتقبل، بلس كمان انك عندك مثلا اكسبيرينس في حاجة معينة. شكلك ضفلك وانت بتقدم لشغل، او انت بتعمل حاجة، او انت بتبدأ مشروع. ولا حاسس ان لا، ما حسيتش موضوع الشكل ده اصلا فارق معاك؟ والله انا اقول لك سر خطير. انت مش شايف معقد. اساسا ان انت لا انا بقيت احبني بحب شكلي دلوقتي لما كبرت؟
قبل كده كنت حاسه بيردن ان انا ليه مختلف، لان انا بتقفش على طول زي ما قلت لك. دلوقتي حاسس ان ايه يعني في السنين المدرسة اثرت في مشهور وشك؟ معروف بالاسم، فلو عملت اي حاجة يعني كده كان مطاردة بالنسبة لي، ما كانش حاجة مستمتع بيها. وكان دايما في حاجة بقى اقول لك حاجات ما بتطلعش يعني. اي يا ريت. بس كان دايما انا في تحدي ان انا اثبت ان انا ناشف، انا هضربك، انا معرفش ايه، علشان ايه خاطر ده البيئة معقولة؟ بتاعتي كلها. بالشكل ده؟ طبعا. يعني مش كلها، بس 90% من الوقت بقضيه انا في اكتشفت الشوارع يعني انا بقى كهنة ان الراجل مش يعني قوته مش بفكرة العضلات والمشاكل والشكل اللي احنا واخدين عليه. يعني انا بشوف قوة الراجل في قد ايه ده بعدين بقى حنيته لما تكبر بقى لا وتبقى لا راجل اصلا. بتكلم بجد والله طارق بس لا، يعني. ده لما تكبر يعني، طبعا لكن في طبعا مرحلة في مرحلة الطفولة الطفولة خلاص احنا عرفنا ان هي واحنا في اثرت فيك وانت مصر. كنت عايز تثبت حاجة معينة لنفسك. بالظبط. انا طيب. في مصر احنا يعني بنتنمر بخفة الدم، بس متنمرين طبعا ومحدش يقدر طبعا ينكر ده. يعني احنا عندنا اللي طبعا. هو شعره شوية فاتح برتقانة، والاسمر سمرة او حماسة او معرفش ايه فانتوا الولاد بقى، احنا ما كانش على ايامنا الحاجة، احنا ما فيش احنا على تنمر ايامنا على كان ايامنا. البولينج كان بيور، كان موجود على طول يعني. طارق ايه يعني ايه اللي بيكسر طارق؟ ايه اللي بيوجعه؟ ايه حاجة ممكن تحصل توجعه فعلا تخليه يبكي؟ حاجة تخليني ابكي يعني حاجة تأثر فيك صعبة. قوي، بقيت حاجة. اتقبل، يعني بقيت اتقبل اي حاجة بس انا كهنا شايفة ان انت شخص يعني شوية بتتأثر او حساس شوية يعني مش عارفة ده وصلني انا او لان انا كده. بس انا فانا حتى سنسير، لما بس مش مفرط الحساسية، لا كنت. دلوقتي لا، يعني دلوقتي انا شايف انه مفيش حاجة بتأثر فيك. مش كده، شايف انه ربنا منظم الحياة، هم. وربنا ما بيحملش اي حد فوق طاقته يعني. كل واحد بياخد على قده، لان احنا كلنا في يعني محدش مبسوط 100%، محدش حياته ماشية كلها زي الفل. فهو لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فكل واحد بيشيل على قده، بس هي انت بترفض او بتقبل. اكيد. فبقيت اتقبل يعني حد مثلا عنده مشكلة، لو قدرت اساعده هساعده من غير ما افكر، من غير ما اتردد. ما اقدرش I don't feel bad about it. اكتر حاجة بتبسطك خلاص. يعني اكتر حاجة بتبسط طارق ايه تخليه حاسس من جوه ان هو مبسوط؟ والله يمكن رضاي عن نفسي، نظرة أولادي مثلا في بعض الأحيان، بحس إني حققت حاجة يعني. احنا لسه ما تعرفناش على الولاد. اه ايه اساميهم ايه؟ عندي هنا هنا ومحمد. ده انا مبسوطة. ما كبيرة. شاء الله. عندي هنا وابني اسمه دانيال محمد، إيه ده؟ وعندي فرح وزين. ما شاء الله، ربنا يحفظهم. ربنا يخليك. دول اكيد نقطة ضعفك يعني. والله برضو لا، ايه ده؟ كل يعني الاجابات النهارده بالنسبة لي مفاجأة، مش عارفة ليه. مش مفاجأة، أصل أنا كنت فعلا حساس لدرجة مفرطة، وده كان سبب لي مشاكل يعني. سبب لي دايلاما كده، انا ابني نقطة ضعفي. مرحلة فيها ألم وحاجات زي كده. بس بعد كده ما هو ابنك نقطة ضعفك، مين اللي بيحمي ابنك؟ رب العالمين. ربنا اكيد صح. خلاص احنا بنتوكل على ان الله شاء الله بنستودعهم ما صح. نكملهم يعني، ما نكملهم هم كده كده ان شاء الله. ربنا يديهم العمر والصحة والحياة الكويسة، هيعدونا وهيعيشوا لوحدهم وهيتصرفوا يعني. انت من زي ما احنا الناس اللي تصرفنا. مأمنة ان الولاد مش ولادنا، او ان هم بيجي وقت وهم خلاص مش بيبقوا معانا وبيبقى ليهم حياتهم. مش كده، انا مؤمن بحاجة يعني شوية ممكن فلسفية. انا مؤمن انه اولادنا جم لينا احنا علشان خاطر اختبار معين هم هيمروا بيه. ازاي؟ يعني احنا كلنا جايين الارض هنا من روح الله يعني. طبعا اكيد. جايين نمر بتجارب، جايين نتعلم حاجة ونتطور ونسيب اثر في ناس وده الجيرني يعني. وهنرجع تاني، احنا في القرآن ده حقيقي. عائدين، احنا راجعين لربنا، فاحنا في رحلة رجوع اوريدي. فهم جم بقى في الظروف اللي زي دي، هم يمكن ده اختبارهم هم ورحلتهم هم. فده اتس دا جيرني، احنا علينا نعمل اللي نقدر عليه ونربي ونساعد وندعم وكل حاجة. بس في الأخير بتاع ربنا أكيد. في الأخير هي رحلة فردية جماعية ملخبطة كده. هي فردية، مفيش جماعية دي خالص. أنا بشوفها كده، وجهة نظري أنا. ما هو الإنسان لما بيتألم لوحده وبنفسه،
لما بيفرح برضو الناس بتفرح له بس مش زي فرحتهم. ولما بيكون طبعا حتى لو الاب الام اي حد لا قدر الله يعني في المستشفى، انا اللي حاسس بالالم، انتوا زعلانين عشاني بس انا صح. اللي متالم. فهي فيها فلسفة فرديه. الحياة دي خبرة تجارب كتير قوي. ده طبعا طبعا. بتقرا كتير؟ طبعا. امم اخر انا حاجة قريتها ايه؟ انا راجل بحب ادور عايز على الحقيقه. تستكشف من عيوبي، وتعرف كل حاجة. من عيوبي ان انا مش مثالي، بس عايز ابقى كده. عايز ابقى مثال، بس ده فده انا مجهد جدا. فقدت ده الموضوع ده مجهد خالص، جدا مجهد وما بيحصلش، يعني. ممكن يسبب نفور او ان انت تتجه اتجاه عكسي اصلا. لان انت مش من هتقدر كتر ما توصل اكيد تنفر تعمل للمثالية حاجه غلط خالص عشان تنمي الفيلينج دوت. يعني بس انت عايز كل complicated. حاجة بيرفكت. لا خالص. انا حاسة ده. لا بالعكس. بالعكس. دلوقتي الناس سايب. دلوقتي انا مطلع كلمه كده مم. لسه جايه معايا، يعني انا اللي قايلها اتفضل. عشان ما حدش كوبليه حصري تتلام. للاستاذ طارق. أيوة. انه الانسان يكمل بنقصه عظيم. وتقبله لهذا، لان احنا طبعا الكمال لله وحده. طبعا ونعم بالله. مهما عملنا، يعني رحنا الجيم وبقينا فورمه وعملنا 6 باك، في حد اجمد منا. اكيد. معانا فلوس وات ايفر. في ايلون ماسك في ناس بتضربه في عينه بالبنيه لما يتكلم في السياسه بشكل غلط. فهي مفيش حد يكمل. ايه العقل ده؟ انا مش عارف والله. دي استنتاجاتي وقناعاتي وراحتي. انا لقيت راحتي في ان انا اتقبل كل حاجه زي ما هي، واحاول اسعى لان احسن انت وضعي. تبقى افضل. طيب بالظبط. عشان كده تلاقيني لسه قرع، ما عملتش زرع ولسه. لا كده تمام قوي. طارق انا يعني توب فان ليك ومتابعاك بجد، ربنا وبشوف يخليك. كل الفيديوز بتاعتك، بس انا بيوصل لي حاجه غير اللي بتوصل للناس. ايه اللي بيوصل لك؟ بيوصل لي انك في حاجه عندك دايما مأثره فيك. ما مش عارف، حاسه انك بتتكلم دايما بتأثر قوي، او حتى لما بتنصح حد من الشباب وبتطلع تقول يا جماعه ما تعملوش زيي او اعملوا زي. حلو السؤال ده. حاسه انك يعني في حاجه انا مش عارفاها او الناس مش عارفينها، يعني عايزه ادخل جوه شويه. ما هو جوه ده متاهه. يعني انا واحد من الناس، انا فكل بشوف الناس الفيديو عندها بشكل متاهات. مختلف صدقني يا طب طارق. قولي لي. طيب يعني بشوفك بشكل مختلف، ببقى عايزه اعرف ايه اللي تعب وايه اللي هو مضايقه. ايه اللي اثر فيه قوي كده اللي يخليه يتكلم بالطريقه دي. يعني في كتير لايف كوتش وفي ناس كتير متخصصه وفي ناس كتير بتدي نصيحه، انت بتطلع بتتكلم بشكل عام وبتدي نصيحه من خلاصة تجاربك. بالزبط. بس انا بحس فيك حاجه انا نفسي اعرفها كهان. طيب. حتى لو بره الهوا ممكن تقول. لا عادي، جوه بره مش اوكي. يعني انا اصلا مثال وانا نموذج للناس اللي اتكسرت وبنت نفسها تاني، انت تقدر ترجع. يعني دي رسالتي اصلا. رحت لدكتور نفساني قبل كده؟ طبعا. طبعا رحت واتعالجت. كنت عندي اكتئاب فتره كبيره، 2 تقريبا انا بتعالج اصلا. طب 2 مش كتير؟ و3 4 بقاوح بقى من غير اللي هو لا. واتكلمت يعني انا من انت من الناس اللي بتآمن ان وجود الدكتور فعلا مهم، ولا شايفه ان هو عيب؟ لا بصي، هو مش عيب خالص. احنا بنخاف نقول، يعني انا لو رحت للدكتور هخاف اقول. طيب انا عايز ارجع لنقطه ما تعملش زي دي. عشان عايز اوضحها وبعدين نروح لرحله بقى الاكتئاب والكلام ده. عشان ما تعملش زي ما تعملش انت زي. بتفتح الكاميرا وبتتكلم ابسوليوتلي رايت. انا اللي هو عادي جدا ومن غير اي ولو حاجه. حضرت ما اعرفش اتكلم، بتوه بقى وكده، فبطلت احضر. انا مستغربه ان انا بسالك الاسئله وانت بتجاوب على طول من غير ما تحضر. ما عشان عايش اللي انا بقوله. انا انت شخص مش عايش فيك. انت شخص حقيقي. ربنا يعزك. ده حقيقي فعلا. انا لقيت كل الناس بتطلع تقول لك ايه، لازم كذا، ومين ألزم كذا وكذا وكذا، عشان انجح لازم اخد كورس HR واعمل معرفش ايه وافتح بيزنس، وخلال اسبوع اسبوعين هيجي لي كلاينتس. انا اعرف منين انت في ضلال. ده بالنسبه لي ضلال. انت ممكن طبعا تقعد تفتح مشروع وتقعد 5 سنين وتفشل فيه وتبيع اللي وراك واللي قدامك يعني فلا احسبها وعقلها، والمناسب ليك مش مناسب ليا وكذا وكذا. عقلها وتوكل. فانا طلعت بقى، ما انا بحبش حد ينظر عليا. انا لو حد قال لي اعمل كده على طول ما بقفل منه، ما حدش يقول لي. حتى الشباب الجديده، يعني بشوف ناس كتير بتتابعك شباب صغيره، الشباب دي ما عندهاش فعلا خلق، يعني ان هي تقعد تسمع حد بينظر عليها او حد بيقول لها اعمل وما تعملش وده الصح وده الغلط. فعشان كده انت واصل لقلوب ناس وانت كتير. وانت جبت منين اصلا اللي نجح لك
مش شرط ينجح معايا، بس في اخطاء لو وقعت فيها هتضرك. وانا بقول للناس ان انا انسان عادي بغلط وعملت مصايب في حياتي، وبس رجعت تاني وببقى ناجح وراضي عن نفسي ومحيطي راضي عني والحمد لله رب العالمين. والإنسان عنده القدرة ان هو يغلط ويرجع احسن من الاول ويستقيم بكتير، طبعا، وهو ربنا عايزنا ويستقيم بقى كده. ويبقى كويس هو بالظبط. ربنا عايزنا اصلا كده. فانا لو طالع بقى منشي ولابس بيرسونا، انا بخبط في ناس يعني بس سامحوني مش قصدي والله، لا تيز وات تيز يعني. مم. لابس بيرسونا ان انا راجل حديدي او ان انا راجل ما بغلطش او ان انا فاهم مش عارف سو ايه. انت حديدي فعلا. انا خالص هقول لك ده ليه. انا كل اللي عدى وانك توصل دلوقتي لكده واصرارك على النجاح، ويعني حاجات كتير هقولها معاك يعني اثناء اللقاء، بس انت فعلا رجل خارق بالنسبه لي يعني. ربنا يخليكي، بس انا لا ادعي الكلام ده لان انا ما كانش عندي اوبشن تاني. مم. يعني ما عنديش حل غير ان انا اول حاجه انا مولود في مولود في لخبطه بيئه، اساسا. بس بعيد عن اللخبطه، بعيد عن اللخبطه خالص. انا مولود ان انا كبير، مم. فالكبير ما يقولش اي مثلا، فما عنديش اوبشن ان انا، وما عنديش حد اجري له، ما عنديش حد يحميني، انا كبير نفسي. ففي مواجهه على طول. مم. فما عنديش حل تاني، ولو استسلمت لضعف ولا اكتئاب ولا اي حاجه، هستسلم اروح فين؟ هعمل ايه؟ ما انا يعني ايه اللي هيحصل لما استسلم؟ it will مم. lead to no good، يعني من bad to worse. فما فيش يعني، هي مش بطوله، هو منطق. بس انا مم. عندي عيال مخلفه، لازم اكون لها كويس، اب كويس، عندي ام محتاجاني، عندي زوجه، عندي عايز تقوم بكل الادوار على اكمل وجه. ما هم لهمش ذنب يعني. انت مسؤول، حاسس دايما بمسؤوليه تجاه انا مسؤول فعلا، مامتك، مش حاسس تجاه يعني امي ملاش غيري، طارق. احنا عندنا الرجاله كلها بتتنصل من المسؤوليه اساسا، وولاد انا اللي جبتهم حتى الدنيا دي. اولادهم بتتنصل منهم. الله يسهل لهم بقى، ما هو في الاخر احساسك طول الوقت بس انا بالمسؤوليه. اكبر الم بالنسبه لي مم. مريت بيه ان انا كنت ببص في المرايه ما بعرفش اكون مبسوط. مش مرتاح. لا، بقيت ابص في المرايه واقول والله انت جدع. برافو حققت عليك. بقى ما حققتش اتس irrelevant، يعني كون ان انا احقق حاجه او ما احققش ده irrelevant. يعني ايه يعني مش المشكله، مش القضيه نفسها، مم. بس اوكي. ان انا عملت اللي عليا فانا راضي عن نفسي خلاص بقى. تعشيت ما تعشيتش، جبت ما جبتش، والنجاح والفلوس وكل حاجه بتيجي باي برودكت يعني، ده حقيقي. تحصيل حاصل. مم. هي دي بس. وده كان ألمي ان انا ما كنتش راضي عن نفسي، كان مش عارف ايه. اتعلمت بقى في الرحله بقى بتاعت ان انا احب نفسي ازاي واحترم نفسي ازاي واقويها ازاي، وازاي ان انا يكون عندي هدف ايه اكتر اتقدم. حاجه بتقويك؟ ربنا بس. علاقتك بربنا. بس يعني مم. آه بيحصل مواقف مثلا حد يخذلني بالورقه صدمات. والقلم، هو وحش وابنه، انا بالنسبه لي بتقول ايه؟ عشان انا جايه لك من الخذلان ده. بقول والله يمكن كل تعالجني واحد النهارده يا من حقه طارق. يدور على مصلحته. هو ده قناعاته، ده عقله، دي نفسيته. يعني الموضوع ملوش دعوه بتتقبل بيا. الوضع. اتقبل وابعد، ما تديش فرصه. خلاص. بس خلاص ربنا يسهلك يعني. ولو شتمت انا برضو بتعصب، ولسه عندي حته العصبيه دي، احسن من الاول بكتير. بس اقول ابني كذا وكذا وكذا، وبعدين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. لا، ده هو الله يسهل له بس، لان هو اللي هينام بالجلط بتاعه، وهو اللي هيعيش بيه، وهو اللي هيحاسب على المشاريب دي مش انا يعني. فاهم قصدي؟ فبيصعب مم. عليا. مم. نفسي بقى ان انا اوصل لمرحله اعلى من كده شويه، ان انا ما اشتمش اصلا، ما احسش بالدقيقه وارجع اكلم نفسي واقول لا خلاص. لانه في الاخير كلنا ماشيين كده على الله يعني. احنا كلنا ماشيين بمهدئات انا وعصبيين بطلت. بجد. بقول لي عشان انا يعني النهارده هستفيد منك. الفلوس بتمثل لك حاجه؟ طبعا. ايه؟ آه، وسيله ولا قدرة. حاجه باور؟ مش باور، لا يعني مم. مثلا انا حياتي غاليه شويه. مم. ليه؟ عندي عيال في انجلترا وعيال هنا كلهم في مدارس، وعندي بيت في مصر، وعندي كذا وكذا. عندك التزامات كتير، مسؤوليات. التزامات كتير. مم. الالتزامات دي كتير، محتاجة دولارات كتير. فأنا مش هينفع أكون إنسان عادي، أنا لازم أكون عندي دخل كويس عشان أقدر ألبيها كلها. بس بس ليك انت كشخص يعني. أنا والله دلوقتي مم.
يعني دلوقتي انا لو يعني مثلا لسه عايز تشتري لنفسك ولا يعني اقول لك انا احلامي ايه. يعني مم. مثلا انا من فتره كان نفسي في عربيه كذا ومش عارف ايه كذا مم. وكذا وكذا. ده هو ده اللي بقوله لك. دلوقتي لا، عايز اوضه مكتب اكبر وحلوه، اعمل سيت اب للكاميرا وبودكاست. عايز مم. بس يعني باكل نفس الاكل لان انا كده كده يعني. بتشبع لا بس ده او ده. حتى لو انا في احلق الظروف باكل مم. نفسي. انا باكل اكل معين ايه الاكل المعين؟ يعني الكواليتي مش مهم هو ايه بالظبط، اه بس كواليتي ما بقدرش يعني لو مش حاجات مفيدة مش ليه. هاكل لو مش شرط مفيدة بس حلو يعني حلو. حاجات مم. حلو. مم. هلبس لبس معين لو تنزل معيش الجيم يا فلوس. طارق ولا مفيش مش هجيب. جيم في لا الموضوع؟ بتمرن طبعا. تتمرن. بتمرن وبتعب وبطل وبتمرن تاني بس الجيم اساسي في حياتي عايزة إرادة حديدية. والله بص موضوع الموضوع بقى التزام يعني الجيم ده مراحل. بحس هو تعب اكتر، بحس ان انتوا لا بتتعبوا الجيم ده اكتر. جميل. بص بجد؟ الجيم ده زمان مم. خالص كان نفسي في شيب معين اوصل له بطل، مم. فده كان فكرة غلط اصلا. انا عايز هو شيب ده معين. كله بيعمل كده ده غلط صح؟ خالص لان انت بمجرد ما هتشيف الشيب ده خلاص. خلاص مم. الباشن والموتيفيشن مم. هيقف. اوكي. فبعدين بقى لا انا عايز ابقى صحتي كويسه وعايز ابقى كان متزن عقليا لانه بيساعد جدا. طبعا. فمن ساعتها بقى انا نفسيا بروح بتبقى احسن. ابطل واروح. دلوقتي مع الالتزام بقى قدام الناس فبقيت اقول عيب اختشي خلي عندك دم. انت بتقول للناس حاجه فما ينفعش بقى لازم تبقى بتعملها. بقى حاجه حلوه بقى دافع. بقيت خلاص اللي هو اقعد يومين 3 4 وبعدين لازم ارجع عايز تاني. تروح. مش بروح بقى عشان اعمل عضلات ولا عشان اعمل ما اعرفش، لا عشان بروح صحتك عشان وعشان انت صحتي. بقيت قدوة دلوقتي لشباب كتير قوي. انا بشوف ده. والله ده انت مش شايف نفسك، مش شرف عارفة لا ليه. ادعيه. يعني احنا اللي شايفين. والله مش انا في من متهيألي انت ما بتتفرجش على الفيديوز بتاعتك. بشوفني ساعات بطلت اشوفني بس كنت بشوفني. انا ما بتفرجش على اي حاجه ليه، مش عارفه ليه. ما بحبش اسمع صوتي. دي ايه؟ دي مشكله نفسيه ولا ايه؟ لا ما اعرفش مش لا انا تخصص. بسالك عشان انت بتقعد مع دكاتره كتير. طب طارق احكي لك موقف ان اتفضل. انا مش شايف نفسي ده لان انا محتاج حد يساعدني في الحته دي. كنت ماشي في المول انا واخويا وواحد صديق مشترك وبعدين لقيت شاب كده ما شاء الله كبير. يعني في اول الثلاثينات اخر العشرينات كده بيقول لي بيعمل لي كده. فانا قلت له عايز يبيع لي حاجه ده ولا عايز ايه؟ وانا ماشي عادي هنا وما حدش يعرفني. فقال لي ممكن اتصور معاك؟ قلت له انا اتصور معايا انا ليه يا عم؟ قال لي لا انت كويس، حد كويس وانا بحبك. قلت له والله انت طب نسيت ان انت بتقدم حاجه. مش شايفها. انا شايف دايما ان انا بحاول وان انا هفضل احاول دي مش هتخلص. بس انت بتعمل محتوى كويس جدا والله الحمد لله. انا يعني اي حد ضيف بيجي يقعد معايا يعني خلينا نقول 80% منهم بكون عشان انا عندي سؤال عايز اجابه ليه. اكتر ضيف اثر فيك؟ راجل او ست؟ لسه ما جاش. ما جاش. لا ما جاش انك ضاف يعني لك اثر حاجه. فيا، ضاف لي معلومات. ضاف لك حاجه؟ لا ضاف لك حاجه ليك انت. لا من الضيوف كلهم اصحابي. ضاف لي علاقه جيده. ضافوا لي لا يعني لمس حاجه في حاجه كنت انت بتدور لها على اجابه عشان يبقى ضيف. اوكي من الاول. فانا عشان خاطر ان انا بشوف ده بيعمل ايه وبيقول ايه فبذاكره فما بيفاجئنيش بحاجه جديده. انا بعد اذاكر الضيف مثلا 3-4 ايام وده كتير يعني ده كتير. فانا اصلا انا جايبه عشان يجاوب لي اجابه ممكن يكون عارفها بس عايز تاكيد. ممكن يكون معرفهاش. يعني انا تايه في موضوع مثلا الاكل العاطفي. الاكل العاطفي الناس اللي بتاكل عشان تنمي الفيلينجز بتاعتها مثلا. أوكي. مش لاقي له اجابه. ما حدش عارف اجابه. حاجات في التغذيه كل واحد عنده راي مختلف بس في الاخير في مشكله عايز الاقي لها حل من قلبي. فعشان كده بقعد اسمع واسال واسيب الناس تتكلم وما اعرفش ايه. احساسك ايه النهارده وانت تضيف؟ وداني حمراء ومكسوف شويه خالص. ده بتتكلم كويس جدا. مش محضرين بس فعلا اجاباتك كلها طالعه من القلب. ليه اخترت دبي؟ يعني كان ممكن تعمل بودكاست في مصر، كان ممكن تعمل حاجه في لبنان، كان ممكن تعمل حاجه في انجلترا، كان ممكن تعمل حاجات كتير قوي. اشمعنى هنا دبي؟ والله هي دبي ديستنيشن قبل البودكاست يعني بكتير. انا كنت في مصر اشتغلت شوية، سافرت رحت انجلترا قعدت فترة طويلة، قعدت 9 سنين تقريبا. بعدين مشيت في مصر. اشتغلت ايه؟
اشتغلت في محطة بنزين اول شغلانة. لا طارق، مش عايزين هزار، ثواني بس، مش عايزين هزار. انا هقول لك الناس مش هتصدق. لا مش مضطر، معايا فلوس والدنيا حلوة وكل حاجة، ايه اللي خلاك بس هو تعمل كده عشان الاكسبيرينس يعني. كان نفسك يبقى فيه شحم في وشك ولا كنت عايز ايه؟ لا مبهدل وايدك مبهدله. واحد صاحبي عندهم محطة بنزين، وشفت بقى العمال وكده، قلت اشتغل معهم واخد 10 جنيه في اليوم، واشتغلت 4-5 ايام يعني. صغير 14 سنة. دي اول حاجة اشتغلتها. اول حاجة بعدين اشتغلت مع الدكتور جمال مختار في وكالة اعلانات اسمها اسبكت. علمني الراجل ده واثر فيا كتير. وفي دروس علمهاني لسه مستفيد منها دلوقتي، اولهم واهمهم ان انا اعترف ان انا مش عارف. حلو. ايه ده كلنا بنكابر، مفيش حد بيعترف دي خالص. ما في مأساة نهز دماغنا كده فهو كان بيقول لي ما تعملش زي المصريين، اسأل مع احترامي طبعا، وما تهزش دماغك. مصري يعني هو كمان مصري. بس في كومن مشكلة يعني ظاهرة ان احنا ما بنحبش نقول ان احنا ما نعرفش. فاجي اهز دماغي افكر بقى، وموضوع ساعدني في حياتي كلها ان انا بقيت اعرف حاجات كتير جدا لمجرد ان اعترف ان انا مش عارف وما اتكسفش، ولو كسفت عادي استحمل الكسفه وكده. بعد كده اشتغلت مع والدي شويه برضو. والدي كان صحفي، فكان هو صحفي في مصر وبيكتب في مجله في لبنان، مجله نادين والحاجات الحلوه بتاعت زمان بقى. فاول ما طلع بقى الكاميرا الديجيتال والسكانر والحاجات ديت، قبل الكاميرا الديجيتال كان في السكانرز. في ناس مش تعرف يعني ايه سكانر اصلا. ايوه. فكنت بجمع له شغله وابعته له المجله في لبنان عن طريق الايميل وكده، وبعدين صورت معاه شويه، غطي له مهرجان بقى القاهره الاسكندريه السينمائي مش عارف حلو. بعدين اشتغلت في قناه اقرا. اشتغلت مع ناس مشايخ يعني كبيره في مصر. عشان كده حته لا والله ده بالعكس، لو ده بعدت عن الدين الفتره ديت يعني. احنا نقفل بقى لحد كده. انت سألتي انا هجاوب فما هو فعلا اللي بيدخل قوي في اصل انا كنت شايف رجل الدين مع حد كده، كنت شايف رجل الدين مقدس. انا ده برضو بيعمل لي برضو يعني. فانا شفت رجل الدين بيقول لي لا مش هينفع اخد كذا في الحلقه، انا عايز كذا. انا شفت العربيه ما اعرفش ايه ولا وكذا وكذا. طب انت يعني انا كنت نايف برضو. هو العيب مش فيهم، هو في انا في نظرتي انا. ما هو بيزنس في الاخير، او الناس دي لازم تعيش وتاكل لا وتشرب. وبتشوفهم كمان يعني بتشوف الجانب السيء المادي الدنيوي. لا يعني مش عارفه اوصلها لك ازاي يعني. بتشوف دماغهم بقى والقذرات اللي في الدماغ ما شفتش الصراحه غير الجانب انا المادي. شفت، فعشان كده ده بيعمل يعني. فقفلت بقى، قلت ايه ده، طب انا هاخد من مين؟ من الناس دي. انا الناس دي مش ممكن. في ناس حبيتها جدا دون جيت مي رونج، بس في امثله ما جاتش معايا. فما قدرتش. فبقيت الموضوع بالنسبه لي حتى ما بتكلمش معاهم. كنت عاطفي جدا بقى ومثاليه والكلام اللي قلت لك عليه في الاول ده. فحط لهم الشريط بتاعهم، اجيب لهم الاكل، ابعت لهم العربيه انتاج، احضر لهم اللوكيشن قبل ما يجوا. بحب شغلي جدا، بس يقولوا اللي يقولوا مش موضوعي. بعد كده عملت ايه؟ بعد كده رجعت اشتغلت مع الدكتور جمال تاني شويه، وبعدين سافرت انجلترا. صحيح. عملت ايه في انجلترا لوحدك؟ لا كنت اتجوزت بقى. اوكي. انا يعني اول زوجة تعرفت عليها هنا؟ تعرفت عليها في انجلترا. كنت في الجامعة، وكنت بحاول احسن دخلك اللغة عندي شوية. اللغة أوكي. لا مش الدخل ما انا قلت في الجامعة وبيشتغل هناك ولا ايه؟ كنت بشتغل على طول. انا كنت بشتغل على فكرة، انا كنت بشتغل في شركة كان مرتبي 450 جنيه. كان مصروفي 600 جنيه. والله فوق المرتب، ولو عوزت اخد زيادة. بس انت احساس المسؤوليه والشغل ده بيمثلك حاجه. حبيت طبعا. يعني حبيت ان انا ايه ده. تحب الشقه يا طارق؟ لا وانا نفسي انتخ. بس الناس نفسها ترتاح وانت بتحب الشقه. لا بس شفت بقى كاميرا واكشن ومزيكا، ونجيب حد يلحن وحد يالف بقى. كان زمان الاعلان بيتعمل له فرح يعني. طبعا. كان بنقعد نشتغل 3-4 اسابيع مثلا عشان نطلع كاستنج، وكان غير دلوقتي الواحد في بيطلع يوم فكان حبيت. وحبيت برضو ان انا اكون ليا فلوس بتاعتي. انا ابويا الحمد لله ما كانش حرمني من حاجه يعني. لما سافرت عملت ايه؟
ولا سافرت بقى، كان نفسي بقى اشتغل في قنوات انجلترا بقى، كان في البي بي سي وشانل 4 ومش عارف كذا كذا قناه كده. عرفت تلاقي طريق؟ والله قدمت فيهم كلهم رفضوني. وقلت لهم اشتغل فالنتير ورك كمان، رفضوني ببلاش. ايه ده ايه ده انتوا كفره، ترفضوني ببلاش ليه؟ ما كنتش عايز مرتب. لا بعدين طولت بقى فاشتغلت مؤقتا في فندق مؤقتا بعد 14 سنة. 14 سنة كنت داخل الموضوع كده انا بس هشتغل يومين 3 بس لقيت هم يعني قلت تمسكوا شهر بيك شهرين. ولا انت حبيت الموضوع؟ لا انا حبيت بقى لان شفت كبرت فيه. الحمد لله. حلو. الحمد لله. انا اشتغلت كنت اللي هو الشغلانه اللي ما حدش عايز يشتغلها. ايه بقى؟ نايت بورتر. شغلانه ليها علاقه ب اخر الليل بقى، وناس نايمه وناس سكرانه في الويكند، و ديليفري للاكل ووصل الجرايد ومش عارف ايه وكده. بس في 3 شهور كنت سوبرفايزر، بعد كده ما كملتش فتره قريبه بقيت مدير، ومدير برافو. للفندق. يعني كنت مدير مكاتب امنيه في الفندق اللي انا فيه، ورحت فندق تاني ولفيت بقى، بس اتطورت فيها بسرعه جدا لان انا عندي اوريدي باك جراوند حلوه. بس كنت عايز اكسر حاجز اللغه بقى. الواحد بيفتكر نفسه بيتكلم انجليزي لحد ما يروح انجلترا طبعا يلاقي نفسه ايه ده، فلاحي. ما فيش اصلا، ما تعلمناش. فكان الموضوع اتجوزت هناك، رحت لا واتجوزت؟ اتجوزت من زمان. انا كان عندك كام سنة؟ كان عندي يعني انا ابتديت في العلاقة عندي 22 سنة، يعني صداقة. كل حاجة بدري عندك. اتجوزت 25 سنة ما شاء الله. خلفت اول بنت ليا كانت 28 سنة، هي عروسة دلوقتي. ما شاء الله ما شاء الله. فبس خلتني بقى الدنيا، وطول ما انا بتعلم انا كنت فرحان. يعني انا كنت في انجلترا عشان نوازن وارجع للليفل اللي انا حابه وعايز اعيش فيه، بعيد عن النايت بورتر والشغلانات مع احترامي طبعا، بس انا حاسس ان ممكن اعمل احسن من ابقى افضل. فدرست بقى، درست انجلش، قعدت 2 سنين في الكلية، وفي الناحية التانية بدرس فندقة وإدارة برافو. قعدت 2 سنين تقريبا وهبتهم انت مجتهد جدا على نفسك، يعني مجتهد لنفسك، عايز تعمل حاجات كتير من وانت صغير. هعمل ايه لو ما عملتش كده هعمل ايه؟ كان عندي لا في ناس كتير ما بتعملش حاجة. في جاب في جاب وبتتجه اتجاهات. لازم جاب بين ايه وايه؟ جاب بالواقع واللي انا عايزه. طموح. احلامك كتير. ممكن دلوقتي اكتر من الاول. كنت بتحلم وانت صاحي ولا ايه؟ لا والله كنت اصل انا منهم، اصل بقول لك الحاجات اللي انا بعملها. طب والله هقول لك على حلم كنت بعمله واتحقق الحمد لله. كنت وانا نايت بورتر في الفندق ده، اول فندق. كان في اجتماع بيتعمل الصبح، كان اسمه 10 at 10. اجتماع 10 ديبارتمنتس الساعه 10 الصبح. كل المديرين بتوع الفندق بقى، الهاوس كيبنج والهيلث كلاب والمطبخ والكلام ده بيتجمعوا وبيعملوا اجتماع بقى، ويشوفوا مين جاي ومين رايح والبيزنس شكله عامل ازاي. فكانوا بيقعدوا في اوضه زي دي كده، وفيها شباك صغير خالص، شباك اللي هو حراري حتى مش بشوف كويس. فكنت اخلص انا شغل الساعه 7 الصبح، تتفرج عليه، اقعد من 7 ل 10. لا مش قاعد بس واهب نفسي ليهم، كنت بروح الجيم مثلا اكل حاجه وبعدين بس متابعهم، عينك عليهم. الاجتماع كله انا واقف بره ببص كده. برافو. اقول بقى شايف نفسي قاعد معاهم، مع انه يعني حلم عادي يعني. برافو. مش قصه، بس وقتها كنت حابب لغه جديده، بلد جديده. لازم اثبت نفسي، انا ما ينفع ما هرجع اقول لهم ايه وكده. طارق، احلى فتره عندك ايه؟ فتره بتحبها في حياتك دلوقتي؟ اهدى خلاص دلوقتي حالا. دلوقتي حالا هو قاعد في اللقاء. ايوه والله كل بقى على طول دلوقتي بقى احسن حاجه، يعني على قد ما اقدر طبعا. انا حد كان بيجري وفجاه بقى اهدى، بيجري من جوه. هو لسه بنجري بس انا بجري كتير قوي، عشان كده انا حاسه ان فاهم بقى يعني. بس انا بجري دلوقتي وعارف انه اي اتجاه هجري فيه هيبقى كويس، يعني في خلاص بقى عندك اكسبيرينس، وانت ايمانك بربنا قوي ان هو خلاص يعني كاتب لك الخير في اي مكان، فيعني قناعاتك اختلفت كمان عن الاول. حتى لو تعرضت مواقف، اختبرت تاني اي حاجه، خلاص اتاكدت ان انا اوكي الحمد لله. طارق بيحلم بايه؟ بحلم بايه؟ والله بحلم ان اكون انسان كويس، يعني
بس يعني مش بتحلم انك تبقى مؤثر في الناس؟ ما هو ده أكيد. عشان ده حسن، ده حلمك دلوقتي، وحسن انك بتسعى لده. ما هو انا انسان كويس باللي انا بعمله. ما هو انا لما هنفع ناس مثلا، حتى لو حد سمعني وما خدش كارد من البنك، انا في هو مش حاجه انا في محتاجه. حاجه سمعتها ليك، ويعني مش هقولها، بس في حاجه سمعتها اثرت فيا جدا، وكان اجابه لسؤال عندي. الحمد لله. فدي برضو يعني حاجه. ان انا اكون اب كويس طبعا. بس يعني ما هو ده في الاخير هيسيب اثر طيب وهيعمل حاجه كويسه. مم. انا لازم اكون انا اشوف نفسي الاول قبل ما اشوف الناس وعيوبها. شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ مكاني كده. مكاني. عايز تبقى مذيع؟ لا خالص. ليه؟ شكلك ينفع على فكره. على راسي، وانا بحب الاعلام وبحب الموضوع. بس انا عندي بيزنس وعندي رساله بس تانية يعني حاجه هوايه مثلا. ما انا بص، احنا ما بنقولش بيزنس، بنقول هوايه. طول ما في ريسبونس كويس مم. انا اكون يعني موجود. مش هفرض نفسي على الناس، يعني الناس اللي حباني وانا مكمل وشايف وراضي عن اللي بعمله والناس شايف راضيه. فيديوهاتك الناس بتشوفها؟ في حاجات بتتشاف قوي، في حاجات لا، وغالبا الحاجات اللي بتتشاف قوي الحاجات انت ما اللي انا تبقاش ما بتطلع كده. حسبتلاش حساب ولا فكرت فيها لحظه. بتفاجئ. يعني في فيديو عملته بالكاميرا كده، كان رد على اسك. اوكي. وكان اسك يعني قلت يا فرج إيه الله، هو؟ حد سالني إيه يعني هو؟ كنت لسه في الاول خالص. كان ايه الاسك؟ انت مين؟ فقلت لهم انا راجل عرفت مولود نفسك. لأب لبناني وأم مصرية. انا شفت الفيديو. وبحب انجلترا، سوري، وبريطانيا، انا عندي جنسية. بس بحب مصر اكتر حاجة. ولقيت بقى المصريين بكرم بقى اخلاقهم وحبهم وكومنتس. انا بشوف ان الشهرة بتبدأ من مصر وناس لأي بتشتمني حد. برضه، تقول لي انت لا عادي. بتتمحك في مصر. انت، انا مصر اكتر منك ومن اللي خلي انا من الهرم. انا من الهرم. ولفيت بقى، بقول لك انا كنا بركب فيسبوك. انت حاجات كتير قوي. انت حاجات كتير قوي والله ولا حاجة. زي اي حد. انا بشوف الناس كلها مع احترامي للجميع، ما حدش له يعني فضل على نفسه. هو ربنا بيوفق، ما بيوفقش بيهدي، ما بيهديش. طارق. ايوه. اتكلمنا كتير عن طارق الانسان، عايزين نعرف شركتك بتقدم ايه او بتعمل ايه؟ اتكلمنا عن شغلك دلوقتي. شغلي دلوقتي مبني عن يعني اتعامل من وحي قصتي اصلا، يعني اللي انا مريت بيه وكده. اترجم لشغل. في الشغل. نعم صحيح. انا مريت بفتره كنت تعبت فيها وكلمت، يعني مش عايز اتكلم عن موضوع تاني، بس تعبت نفسيا ما كلنا بنمر بفترات كده. مريت بأزمة طويلة شوية وكنت تعبت يعني. فرحت للدكتور نفسي. خدت الدواء خد مني كتير قوي، يعني اداني، رجعني، خلاني هادي تاني. والدوشة اللي في دماغي سكتت شوية تحت تأثير الدواء الكيميائي اللي انا كنت باخده. وبعدها بفترة كده، بعد 2 انا عايز اوقف الدواء ليه اعراض انسحاب. حياتي كلها عملت ايه؟ كانت نم. لا والله، اتعرفت على الدكتور عمل لي فحص جيني. هو دكتور يعني مش تراديشنال دكتور بيدي دواء كيميائي وكده. فعملت فحص جيني، وبعدين اتعرفت على جسمي بشكل كويس جدا. فين الخلل، مش عارف ايه، ليه مثلا انفلاميشن ممكن يسبب لي اكتئاب انا، ليه ممكن يسبب لي توتر، او ليه الضغط مثلا ممكن يمر على واحد وانا اتاثر اكتر الى اخره. يعني بعدين اتعملت لي خطه علاجيه، فورمولا من فود سبلمنتس معموله مخصوص علشاني انا. اتعمل لي نظام غذائي معين، مش بلتزم بيه قوي يعني. وده بديل الادويه، استغنيت عن الادويه. برافو. دي قوه برضو. الحمد لله. انا عندي الرغبه ان انا مش راضي عن ان انا في دواء لو وقفته حياتي تتقلب رأسا على عقب. ومش راضي على النمنس، مش راضي ان انا اكون قاعد نم، الحلو زي الوحش، وده مفيش اي زي حاجه ده مات زي ده مش موجود. بالظبط. موجود جسدا وحتى روحي منمله، مش عارف اوصف لك ازاي. والله روحي منمله. مفيش سبارك، مفيش باشن، مفيش حاجه. ده عشان الادويه. من الادويه طبعا. وحشتني نفسي وانا مكتئب، اقسم لك بالله. عن ان انا مكتئب بس نم. ما انا ما بقتش سعيد. مفيش يعني اي حاجه. ما في ناس كتير قوي بتاخد ده نص مصر بتاخد ده سيبروليكس. ومش مصر بس، يعني غيرها وادويه كتير يعني. بس النم انا عايز ارجع بقى. انا وحشتني. فلما لقيت الطريقه بسطت جدا وامتهنتها. عجبتك الفكره. وبعدين بصيت على التزمت بايه؟
ببدايل الادويه طبعا والنظام الحمد لله الغذائي وقفت الدواء في خلال 6 اسابيع. وكنت انا اصلا عايز اوقف قبل كده، بس لو حسيت بحاجه ارجع اخد يعني فضلت اقلل الدوس وباخد المكملات بتاعتي، وخلاص بقى اجبرت نفسي ده انزل امشي، ورجعت الجيم تاني برافو. ورديت الحمد لله. تعرف ناس كتير من اللي بتشوفنا دلوقتي هتاخدك قدوة، لان اكيد في ناس كتير او شباب بتمر باللي انت بتمر بيه، فكرة الأدوية وفكرة ان لا انا هبطل وانا يعني هرجع تاني موجود ومش هعتمد على والله أدوية تقدر الدكتور. اي حد يقدر. مم. احنا مثال حي اهو. انا رحت في حته كان ممكن ما ارجعش، والحمد مم. لله بفضل الله رجعت يعني. الحمد لله. الحمد لله كلمنا رب عن العالمين. شغلك وشركتك. في الشركه بتقدم مجموعه من الفحوصات. مم. قبل الحته دي بس فيري فيري كويكلي اتفضل. سريعا يعني. مم. في حاجه اسمها البلو زونز، مناطق حول العالم اسمها البلو زونز. مم. البلو زونز دول 5 مناطق حول العالم، في واحده في اليونان اسمها اكوريا، في سردينيا، في ايطاليا، في اوكيناوا في اليابان، وفي مم. امريكا، وفي كوستاريكا. المناطق دي الناس عايشه فيها حياه بسيطه قوي وحلوه قوي، وبيعيشوا بصحه جيده لمده مثلا 105 مستمتعين بالحياة. عايشين بيركبوا خيل، بيركبوا مم. عجل، بيطلعوا على سلم عشان يقصوا العنب في حقول العنب. ما عندهمش ولا دكتور نفساني ولا امراض نفسيه مش ولا عايشين امراض. العيشة اللي احنا عايشينها. الناس بتاكل من اللي بيطلع من الارض، عندهم حياه اجتماعيه سليمه. المهم في اصلا دوكيومنتري اسمها البلو زونز على النتفليكس شرح كل الكلام ده. فما شفت انا الموضوع ده انبسطت، قلت طب الناس دي بتعمل ايه، شفت ايه الكومن ما بينهم، وعملت لهم محاكاة للي احنا عايشين فيه دلوقتي. بيعملوا ايه؟ هم عندهم 4 أركان مهمين جدا. انهم عندهم غذاء صح اللي هو مش عندنا، فهنعوض عنه بنظام توعية غذائية ونظام غذائي وغذاء جيني ومكملات غذائية، علشان التربة ما عادتش زي الأول يعني. فده محاكاة للتغذية. بالنسبة للحركة ممكن بنعمل اونلاين كلاسز عن طريق الناس دي كولاب وذ مي يعني. في بينا شراكة عملية. وفي الجانب النفسي كلهم مظبوطين نفسيا علشان عندهم السبورت نتورك كويسة، والاكتيفيتيز بتاعتهم فيها شمس وفيها هواء وفيها اكل كويس وبحر ومش عارف ايه. فعندي اخصائيين نفسيين برضو بيتابعوا معنا، والباقي بقى spiritual وديني بقى، فكل واحد يعني يعمل اللي يريحه. فبس دولت الاركان الاساسيه اللي خلتهم ناس مبسوطه يعني. فعملت المحاكاه ديت، حاولت ان انت تطبق بالظبط. بنقدم فحوصات الفحص الديني، ده مهم جدا. دي القماشه بتاعت الانسان فحص اصلا جيني صحيح. يعني جبت فريق عمل، في طبعا دكاتره اشرفوا على الموضوع في امريكا وفي انجلترا، وأسسنا سيستم. وبعدين يعني هو حاجة معمولة قبل كده، مش جديدة خالص، بس احنا طورناها تو ذا ماكسيمم يعني. وعملناها تعليمي أكتر وأرخص كمان الحمد لله. كويس. وبعدين شفت فين أهم الفحوصات اللي موجودة في العالم ل3 مشاكل أساسية. يعني عندنا الدي ان ايه اللي هي القماشة بتاعتنا، البصمة الوراثية. صحيح. ده الحاجات اللي اتطبعت عملت الكائن ال3 دي ده، اكيد باللي جوه باللي بره طبعا. واحنا بقى مع اللايف ستايل بنأثر عليه سلبا او ايجابا يعني. وفي عندنا منظومة الهرمونات للرجالة وللستات مهمة جدا. وفي عندنا منظومة البكتيريا اللي هي اكتر من خلايانا. احنا عندنا الميكروب، يعني البكتيريا تطورت معانا ووصلت لان هي بقت اكتر من خلايانا. احنا عايزين نبسط الامور شوية للناس. ابسط اكتر من كده. لما بتقعد مع الدكاترة بتحس انك فين؟ اما بقعد مع الدكاترة بحس اني هوم. صحابي بقى والنتورك بتاعتي بقت دكاترة، بقت كلها بطبيعة دكاترة. العمل. وكمان انه مفيش اغلى من الصحة. طبعا يعني مفيش اغلى من الصحة. عايز تعمل ايه في شغلك، او عايز تقدم ايه جديد؟ والله عايز اجيب اللي بره عندنا ونشوف. ما هي مش كل حاجة برضو بينفع بره تطبق. لا في الطب لا تطبق يعني في حاجات كتير. ما احنا هنجيب المفيد اكيد. يعني قعدنا كتير قوي نقول الهرمونات بتجيب سرطان، الدكاترة قالوا لنا كده. احنا عندنا الكلمة وعكسها، او الحاججة وعكسها، الدكتور يقول لك ابعد عن المسبك ومش عارف ايه وتبقى كويس. قعدنا في المستشفى كن مريض سرطان. شفتها ابويا الله يرحمه كان ما ياكلش في مستشفى يعني مستشفى خاصة وبفلوس كتير قوي.
فالمفروض ما ياكلش سكر خالص. طبعا. السكر بياكل اه السرطان بشكل مباشر. اه هتلاقي الوجبه اللي جايه له فيها مهلبيه وعصير معلب وبتاع، يعني تخريف. انا وقتها ما اعرفش ان عادي يعني، ما انا برضو ما عنديش الوعي. فلا احنا الحمد لله بنتطور وفي حاجات مهمه. الناس على سنين الهرمونات بتجيب سرطان. طب ما الهرمونات دي ليها خريطه في الجسم، وليها ايض، وليها مسارات، وليها قصه كبيره، وبتاثر على الناس بشكل كبير جدا. طب تعال نشوفها. لا اصل بتجيب سرطان. طيب ماشي. ستات كتير بقى جالها الهوت فلاشز وشعرها وقع، جات لها هشاشة عظام ومش عارف ايه، وما كانش ضروري. يعني مش ضروري. الرجالة اللي بيروح الجيم ممكن ياخد هرمون جايبه من الجيم او من صاحبه او اونلاين، علشان هو غلط وهيجيب لك معرفش ايه، فبقى يجيب. لانه لو يعني بقى يأذي لانه تاخد عشوائي. فلا في طرق، والطرق دي يعني في امريكا الدكتور بتاعي اللي هو بقى له 10 سنين بيبراكتس هرمون ريبليسمنت وبيبص على منظومه الميكروبيوم، بقى له 10 سنين شغال، لسه احنا بنتكلم عنه دلوقتي. وانا عندي اتصال، يعني عندي القدره ان انا اطلع في بلاد مختلفه عشان طبيعه حياتي اسرتي. يعني عندي اخوات مثلا هنا وكنت عايش هنا ومش عارف ايه، فعندي القدره. وقعدت ادور بقى ونشوف ايه جديد. يعني في مصر، مع احترامي والله مش قصد حاجه يعني، بس كلمتني حد مهم يعني في مصر، فبقول احنا عايزين نتكلم عن حاجات جديده وما اعرفش ايه، وتعالى اعمل معانا برنامج ونتكلم عن الموضوع. فكلمتني في حاجه خلصانه اصلا، ما فيش. كان في NAD اللي هو ناد بلس. هو يعني لا في بقى حاجات في تطور وفي ودلوقتي احنا في ادفانتج كبير جدا 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 عندنا، ان احنا عندنا القدره على الحصول على المعلومه. بقت سهله. ليه ما استمتعش بقى بالقدره دي والنعمه اللي صح ربنا معانا بيها، وبدل ما اتفرج على حاجات ما تفيدش يعني، او ان انا اضيع وقتي في العبث، لا انا اقدر اتعلم واقدر اثقف نفسي واقدر استورد حاجات حلوه. طيب طارق، عايزك كده احنا بنرجع الناس لحياتها بقى تاني. الراجل اللي دبل ده ممكن نرجعه نبنيه من اول وجديد هرمونيا. وبيحصل. طبعا بتقدر تعمل ده. مش انا او يعني الطريقه المنظومه التركيبه اللي احنا عملناها بتقدروا تعملوا في فحص مهم جدا، في اخصائيين دكاتره في بلاد كتيره حول العالم. الفحص الجيني ده بيتم ممكن يعني لو حد في دوله وانتوا في دوله تانية، ولا بيتم ازاي؟ بتعمل ازاي؟ والله شوفي، هو مسحه بسيطه جدا من الفم، وبتبين لو في اي ميوتيشن فاريشنز، وبتترجم الكلام دوت لانظمه غذائيه وفورميلا. حتى البيبتايدز احنا عملنا لها، ربطناها بالجينات، وبتبين ايه نوع الرياضه اللي المفروض نلعبه ولا لا، وازاي نقي انفسنا. لو مثلا في حد عنده مثلا احتماليه انه يحصل له زهايمر، ازاي ما يحصلوش مثلا. وحاجات زي كده كتير بقى. بس انا ما بحبش اخوف الناس يعني، لان كل حاجه الجين موجود، مش شرط انه يأذيك الا لو زي مثلا موضوع ان مثلا في امراض معينه بتبقى وراثيه كتير جدا. في حاجات بتبقى اكسبرست من الولاده، من قبل الولاده، وفي حاجات احنا اللي بنخليها تبقى مع اللايف ستايل بقى ومع العيشه الغلط والحاجات دي. طارق، يعني في نهايه لقائنا كده عايزك تقولي سؤال جالك على الخاص وانت ما جاوبتوش، او كانت يعني سؤال ازعجك جدا بالنسبه لك، كان ايه ده؟ يعني ممكن تجاوب لنا عليه دلوقتي، تقول لنا ايه هو السؤال وتجاوب عليه. عندك القدره انك تعمل ده؟ طبعا. انا عندي قدره اقول اي حاجه طالما حصلت. انا جاي في اي حاجه. والله في هو موضوع للفكره. انا بحاول اعمل مثلا دقيقة ونص دقيقتين كده بتكلم عن اكسبيرينس حصلت معايا. ما تعملش زي وما تعملش زي ده حلو جدا ده. بس في ناس ممكن تشوفها ليه ما ناخدكش مثال، ما انت كويس اهوت الحمد لله يعني مؤثر الحمد لله. وعندي طبعا يعني حققت حاجة كويسة طبعا. فهي الفكرة انا ما بحبش حد ينظر عليا خالص، فما بحبش انظر على الناس. وهعمل بعد كده اعمل زي، لان في حاجات كتير جدا انا عملتها فعلا. اعمل زي ان انا موجود. حاجات مهم على فكره. انا بقول حاجات ما تعملش زي بكون عملتها من 25 سنه، مش دلوقتي. لا طبعا، لا دلوقتي ما عملهاش دلوقتي. لا، وكنت اتمنى حد يفهمني. طب ادينا الابديت بقى الجديد بتاع دلوقتي. اعمل زي بقى تعالى اعمل زي يعني ازاي مثلا
لو لا قدر الله جات لك صدمه من الحياه، ازاي تقدر تتجاوزها وازاي تنجح كمان معاها. مم. ازاي يبقى عندك رغبه وقدره على الحصول على المعلومه وتطوير الذات، وان انت تكمل في وسط المنافسه ديت مع اجيال احنا بنشوف مختلفه بباك اغلب جراوندز الشباب مختلفه. دلوقتي بتقعد تتفرج على يعني حاجات ملهاش اي ستيل لازمه، وانت بتقعد تتفرج على معلومه تجيبها عشان تطبقها في سنك ده، او يعني ما هو المفروض ان سني ده انا ما انت I شاب have يا to. طارق برضو، فانت المفروض مفهوم، يعني. بس انا ممكن مم. اعمل حاجه سهله، ممكن انتخ مثلا، اه. وعندي بقى رجاله وناس تشتغل وتمام. وممكن اختار ان انا خلاص اعيش بقى باللي مقسوم لي مم. ومكتوب مم. وبتاع وامشي حالي وكده. بس طبعا لا، انا موجود، ربنا مديني عمر الحمد لله وصحة، لازم احافظ عليها، ولازم اقول انا هنا بعمل حاجات كويسة واسيب اثر كويس انت لاولادي متحمس انك تعرف المعلومه. واوصلها كمان. اه، ده بنشوفه دلوقتي. اه، مم. اعرفها بس ليا لوحدي مش كفايه، توصل. اعرفها واوصلها، عشان مم. كده بلجأ لناس مختصين في مجالات مختلفه، وبحاول ان انا اوعي الناس لحاجات لو كنا فهمناها بدري كانش ده بقى حالنا طب مثلا. طارق، ساعات بتشوف ان في مختصين مش هيجاوبوك على اسئله انت عايزها، وتلاقي ناس راجل كده بسيط طيب عنده خبره كبيره جدا في الحياه، ممكن يقعد يديك حاجه لا تبقى في، تفيدك قوي اكتر من طبعا انك تقعد مع متخصص. انا بشوف يعني. طبعا، بس في حاجات لازم لها اهل طبعا تخصص. طبعا طبعا، اتكلم انا في انا الطب، في التغذيه، طبعا. في اه. اه لكن في البيزنس ما فيهوش صح وغلط، انا بقول لك اهو من موقعي هذا ما فيهوش صح وغلط. مفيش رولز. في فريمز، امم. في كونسبتس معينه، امم. بس تعملها ازاي؟ يعني اقول لك مثلا مثال بسيط امم. خالص. في ناس تقول لك لا انت لازم، انا بكلم واحد عايز اعمل ماركتنج بطريقه معينه، اقول له يا ابن الحلال عايز أعمل. يقول لي لا احنا لازم نعمل بزنس ستادي، ولازم نروح ونشوف البروجكشن ونشوف وكلام هو راح خد كورس وجاي يحكيه لي وانا في السوق بقالي كتير قوي يعني. فلا يعني ما تجيش تغني بس تعالى، انا الخبره بتاعتي بتقول كذا كذا كذا، في طرق جديده اصلا ممكن نالفها ونخترعها ونمشي بيها وتكون انجح من امم. اللي موجود، فاهم قصدي؟ بس في حاجات لا، تعالى بقى في طب، في هندسه، في حاجات فيزياء، طبعا معرفش ايه، اهل التخصص لازم اكيد. اهل التخصص. طبعا. آه انا في حاجات كتير قوي واخدها وعايش بيها من جدي الله يرحمه. امم. وجدي كان راجل شعبي بسيط جدا بس كان بيقول حكم، بس الحكم منه عايش بيها. منهج، فلسفه. طبعا. اه والله يعني امم. اتس ثيريز ممكن اصلا الف فيها كتب. حاجه امم. كلمتين، احنا المصريين عظماء في الحته دي، كلمتين لو كلمتين وبس. فهمتهم ممكن تالف يعني حدث ولا حرج، تعمل عليهم كتب يعني. امم. حاجات بسيطه يعني، كان امم. مثلا زي لا تزعلش على على اللي فات وما تفرحش باللي جاي مثلا. اول لو مره اسمع. دقق بقى اول هو مره كان اسمع ان لا انت بتقول. لا موجود، لانه ما تديش الدنيا اكبر من حجمها. امم. ان كل حاجه انت هتفقدها في وقت من الاوقات السؤال مثلا. السؤال اللي جالك ايه؟ ليه سؤال عايش في سؤال دور سؤال الضحيه مثلا، استفزك. او ان انت ليه واخد، ليه تكون انت انسان تبقى نموذج سلبي، وليه فاهم ما تبقاش هيرو مثلا. اتبعت لك كده؟ اه بعد كده من حد يعني اعرفه يعني. ده سؤال بجح. قلت لهم والله انا اصلا كل يعني اللي عايش في الحياه دي وقادر يواكب اصلا ده هيرو. طبعا. واللي لف وشاف وراح ونزل وطلع زي، فانا جاي اقول للناس ما تعملوش حاجات انا غلطت فيها مثلا، من دي في حد ذاتها حاجه ممكن ما اعملهاش، لان هي مش عايده عليها بحاجه. انا بصرف على السوشيال ميديا على فكره، ما بتصرفش عليا، ما بخشليش منها حاجه. انت بتعمل حاجه بتحبها. بالظبط، بعمل حاجه وفي ناس هتفهم، في ناس بتدعي لي طبعا. عشان الحاجات دي. انا شفت ده. ف يعني قبل ما تنتقد الناس اعمل امشي مشوارك الاول بس. رديت قلت له ايه؟ قلت له قشطه. بس. اه طبعا، اي حد لايك. سوبر لايك. لايك. بس كده. ايوه ما مفيش كلام يتقال. يعني في مثلا واحد، مع احترامي والله، واحد ما يكونش خد اي ريسك في حياته وعايش مثلا على الوظيفه، ومع احترام انا احترم ده جدا، مم. بس يجي ينظر عليا ويقول لي تعمل ايه في البيزنس بتاعي ويمشيه ازاي. لا دماغك رايح يعني، روح خد التجربه وافشل لك مرتين ثلاثه وانجح مرتين ثلاثه وتعالى احكي لي وانا هسمعك. مم. الا لو انت صاحب حرفه او صاحب سبيشاليتي معينه، ضلع من ضلوع البيزنس، انا اللي جئت لك تقول لي، فانت كده ويلكم، رايك انا ارحب بيه.
لكن انت جاي تقول لي مخاوف في البيزنس ومخاطر ما اعرفش ايه. طب نصيحتك لاي حد عايز يبتدي بيزنس؟ يا لهوي، لا دي مسؤوليه كبيره قوي. ايه يعمل ايه لو حد دلوقتي مثلا مسؤوليه هيبيع والله. عربيته ومعاه المبلغ ده اللي هيحطه في بيزنس، يعني هيعمل ايه درجه ايمانه بالموضوع؟ ولو فشل هيحصل ايه؟ هيحس بايه؟ هل هيأثر على اولاده مثلا او المدارس واللايف ما ستايل؟ الفشل اكيد هيأثر على الكل اكيد. يبقى لازم يكون حاجه هو بيحبها وهيكمل فيها، ولو فشل عادي هيعتبر ده درس كورس كأنه خده هيبقى بفلوس. خسر كل حاجة. لا، ما فيش حد بيخسر كل حاجه. يعني ما هنقول مثلا ان هو كان معاه مبلغ فخسر المبلغ وخسر الشغل، هنقول كان معاه عادي، ما هو عربية كسب وباعها. اكسبيرينس وكسب شايف ان الخبرة بفلوس. معلومات طبعا. مم. مش تخليه يدخل اجدادنا اي عايز بيزنس يتعلم المرة ببلاش. الجاية. ايوه، بس انا بقول برضو الواحد لازم يحسبها، لانه هو مش كل الناس اتخلقت عشان تتحمل هذا العبء من مسؤوليات ومخاطره. انا دلوقتي في طبعا بايرول، صح. في حاجه اسمها بايرول صح. بالعربي. يعني ايه بايرول؟ يعني موظفين بيدفع لها فلوس، مم. مم. بيوت مفتوحه، مم. وممكن اخسر وممكن اكسب. مم. فانا عشان اشيل العبء دوت انا حابب اللي انا بعمله وعايز اكون احسن بطريقه معينه والى اخره. فانا خدت الريسك دوت وفشلت بدل مره 5 6. فانت قادر، عندك رغبه، او انت سنك صغير. مش كله ربنا خلقه للوظيفة بالظبط. دي. وبعدين في حاجه اسمها كونتنتمنت، في حاجه اسمها رضا. طبعا. انا دلوقتي لو كان ظروفي وشخصيتي هتبقى مبسوطه بان انا اكون موظف وبقبض مرتب هعمل ده. كويس، هعمل ده وابقى مبسوط. ومش لازم ابقى هيضايقني. انتربرينور. مم. مش ضروري. مم. بس لو انا عندي حاجه وسني صغير يسمح، حتى لو سني كبير ودارسها ومأمن نفسي معايا، فاهمه؟ عندي بلان ايه وبلان بي وقرشين مسدود عليهم وسبورت، يعني نتورك حلوه هتقف معايا. لكن انا خاطر بكل حاجه والبس اهلي في الحيطه مثلا. ما اقدرش انصح بيها حد، لان انا لما خدت الروت بتاع البيزنس، انا I was made redundant من شغلي في الفنادق. يعني هم مشوني، فما لقيت نفسي في الهواء. كل اللي بعرف اعمله فنادق. فانا لا ادعي البطوله انه لا ده انا سبت. وممكن اقول انا سبت وكان عندي رغبه، ولا ما فيش ولا رغبه ولا نية. انا اترفدت ومبقتش عارف اعمل ايه، فقلت مش هرجع اتوظف تاني وهسلك بقى طريقي في البزنس. وقعدت 3 4 سنين او 3 سنين يعني بلق في الدنيا الواسعه، وانا راجل كل شهر بقبض ومصاريف ولادي كلها مدفوعه، وعندي فيلا الشغل بيدفع لي حقها وطيراني وتأميني وكل حاجة. كل ده راح. طارق، حاجة في البيزنس نفسك تعملها او في شغلك نفسك تعملها، حاجة عايز توصل لها او تعملها يعني؟ والله عايز انجح، والناس اللي معايا تنجح وتكبر، وان احنا نقدم قيمة كويسة للناس، تستمر، تبقى ليجاسي يعني موجودة وتكون على طول بتتطور يعني. طيب، في نهاية اللقاء الجميل ده اللي انا سعدت بيه النهارده حاسس اني رغيت كتير. انا ما بتكلمش عادة، ما ببقى عارفة بجيب الناس واسمعها. دلوقتي بما خدت انك راحتي. ما معلش. بتتكلمش كتير، طب دلوقتي يعني لو عكسنا الادوار وانت المذيع، هتسألني ايه لو انا ضيفتك؟ ايه الاسئلة اللي حابب تسألهاني؟ سؤال غير تقليدي بالمرة. عندك خطة ظهور تاني في الإعلام بشكل مختلف؟ طبعا. عندي آخر خطط عندك لو حابة تشاركينا حاجة؟ عندي برضو الخلاصة على شاشة النهار قريب إن شاء الله. وعندي بودكاست يعني بيتكلم عن الستات والرجالة وعدوة الرجل والحاجات دي. أنا خبرة بجد. لازم نستضيفك جوزتك لما تيجي مصر. جوزت كتير بجد مش أكتر مني. طارق، بشكرك. كنت مبسوطة جدا النهاردة باللقاء ده، وإن أنت ضيف لأول مرة ضيف، وهتيجي في مصر برضو هستضيفك في برنامجي. يعني في أول حلقة طارق أنت هتبقى ضيفي إن شاء الله. ده شرف كبير ليا، وشكرا لدعوتك وممنونك والله. وإن شاء الله نكون خفيف على الناس يعني. طبعا كل الناس بتحبك يا طارق، وعندك متابعين كتير. تسلمي. بالتوفيق. شكرا ميرسي جزيلا. جدا. ميرسي.